ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هعمل معاكم النهارده نوع من المخبوزات، حاجه كده اسمها خلية النحل. حاجه كده هشه جدا من جوه وطريه من بره، يعني حلوه جدا. ممكن تعملوها في اي وقت، هتنفعكم فطار او عشاء، وتحشوها باي حشوه انتوا ممكن تعملوها، جبنه، لحمه، فراخ. ممكن حتى كمان ما تحشوهاش خالص، لانها من حلاوتها ممكن تتاكل كده لوحدها. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض. عندنا كوباية كبيرة من المية الدافية، هننزل عليها بمعلقتين صغيرين من السكر، و3 معالق كبار من اللبن بودرة، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وربع كوباية من الزيت. طبعا مش محتاجة اقول لكم ان كل ده بكوباية معيارية واحدة. بعد كده بعد ما نخلطهم ننزل عليهم بكوبايتين ونص من الدقيق، وننزل على الدقيق بنص معلقة صغيرة من الملح. نخلط كله مع بعضه ونعجنها مش اقل من 10 دقايق، يعني ما تستعجلوش عليها، اعجنوها لحد ما تبقى ملساء كده وطرية معاكم كده، تبقى خلاص كده تمام. هنحطها في مكان دافي ونغطيها مش اقل من ساعة لحد ما تختمر وحجمها يتضاعف زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى صينية تخش الفرن ندهنها زيت، ونبتدي بقى نعمل كور كده، نشكلها كور، والكور دي هنحشيها اي حشوة انتوا عايزينها، جبن، فراخ، لحمة مفرومة، اي حاجة انتوا عايزينها. مش عايزين تحشوها اي حاجة ممكن تعملوها كده من غير اي حاجة. انا حشيتها جبنة موتزاريلا وشكلتها ورصصتها في الصينية زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. طبعا في الوقت ده لازم يكون الفرن عندي شغال على درجة حرارة 200. بعد ما شكلناها كده في الصينية هنسيبها تختمر لمدة 10 دقايق تاني، حجمها برضو هيتضاعف وهتوصل معانا للشكل ده. هندهن بقى وشها بصفار بيضة وشوية لبن، وندخلها الفرن. هتقعد معايا حوالي نص ساعة حسب الفرن بتاعك. وده شكلها بعد ما خرجت. بص شكلها عامل ازاي، الجبنة بتسيح من جوه وهي هشة وجميلة، والعجينة تحفة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.